الله وبركاته. أخونا الكريم أهلا وسهلا بكم وعلمتم سهلا وجئتم أهلا في مركز النجف للدراسات الاستراتيجية. حقيقة لدي يعني محاضرة بضع دقائق ما أخذ من وقتكم الكثير، أحاول طاقات الكفيفين لتكامل طاقات المجتمع الإسلامي. تعرفون كل مجتمع به ميزات متعددة، وأفضل المجتمعات الذي يستفيد من جميع طاقات خلينا نقول سكان بكل أنواع بكل أشكال بكل أنواع من ذكور أو إناث بكل أصنافه. وهنالك ميزات عديدة كبيرة جدا لدى الكفيفين، أبرزها مثل الذكاء والحفظ. لدينا حالات متعددة من الأخوة والأخوات الجالسين أمامنا الآن لديهم مثلا قوة ذاكرة جيدة، لديهم قوة حفظ عالية، لديهم قوة ملاحظة شديدة، وبذلك يكون هؤلاء الأخوة والأخوات الكرام طاقة مهمة للمجتمع الإسلامي. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا مقياس الإنسان أن يكون إنسان نقدر نوصف إيجابي أو سلبي هو التقوى. وإن شاء الله الجميع متقين. ونحن الآن نشهد أحداث عالمية يعني حقيقة مؤسفة في غزة ودمار هائل وكبير، وننتظر سيدنا ومولانا الإمام المهدي، ننتظر الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف من فترة طويلة منذ زمن رسول الله. هنالك روايات عديدة وزمن أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والأئمة بالتوالي وصول الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين. ننتظر روايات المباركة بهدف ننتظر إمامنا أو قال الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، ونعرف أنه لن يظهر بدون أن تتكامل طاقات المجتمع الإسلامي. وهنالك مجتمع سوف يكون قوي، المجتمع سيكون قوي ويحمل الإيمان ويقدم الحماية له، بحيث كل المجتمعات السابقة اللي قبلنا فشلت في استثمار طاقة مجتمعها بشكل أو بآخر. منذ متى نحن يعني نجد الأخوة والأخوات في مجتمع الكفيفين يتجمعون في مناسبات علمية أو ثقافية أو أكاديمية أو أدبية، صح ولا لا؟ هاي ما صارت يعني إلا بالفترات المتأخرة. يمكن سيد أمين شاطر له يعني هاي ظهر ربما من 3 سنوات 4 سنوات، صح؟ قبل هذا التاريخ ما كانت ربما بهذا التنظيم، صح ولا لا؟ تقريبا من 2016 احنا حركنا على هاي. أحسن، يعني من هاي قارب حوالي 3 سنوات تقريبا. يعني طاقات هاي الأخوة والأخوات الشباب الله يحفظهم أكيد الصوت في تنمية مهارات المجتمع، تنمية مهاراتهم بالذات لغة الرأي، وغيرها من التمارين التي تزيد من مستوى أداء الفرد بالمجتمع الإسلامي. في النتيجة النهائية جميع أفراد المجتمع طاقاتهم الصوت لصالح ظهور الإيمان. يعني احنا نبني مجتمع صالح، صح ولا لا؟ نبني مجتمع صالح، هذا المجتمع هو الذي لديه الاستعداد الكامل للتغطية اللازمة لغرض حماية الإمام ومن ثم ظهوره وإعلان دولته العالمية. طبعا هسه احنا نقول ربما يعني سائل يسأل انه ما الفرق بين الان هاي الفترة اللي نعيشها وفترة ظهور الإمام؟ يجوز نفس الشيء، مو فترة هذا الفرق. شو تقولون اكو فرق بين الإمام اللي هو ممثل الله على سطح الأرض يحكم وبين انه واحد ثاني اخر يحكم؟ اكو فرق ولا ما فرق؟ اكيد الفرق. مثل حقوق الناس تاخذها كامل، حتى مقدار الشعر الوحده البسيطه ياخذ. بينما الان نرى حقوق مهدور، يعني ابو الخيرات ابو الكذا ماكو رواتب مثلا للناس من ريع النفط. الدول اصغر من عندنا، طاقتها اقل من عندنا، مو مثل. فكيف اذا ظهر الامام؟ يعني اكو روايات متعدده تذكر انه الارض تخرج خيراتها، هسه خيراتها الزراعيه، خيراتها المعدنيه، خيراتها النفطيه، خيراتها المتعدده الاخرى. اذا هنالك طاقات ان ما استثمرها المجتمع اكيد راح تكون هاي الطاقات ذات فائده تعم جميع افراد المجتمع.
ما أعرف إذا أحب أوجه لكم سؤال، أنا ما أحب دائما أكون متكلم، أحب أسمع أيضا الأخوة الجالسين أمامي. منو من عندكم مثلا حافظ القرآن الكريم؟ أكو بيكم حافظين؟ أستاذ الله يحفظه. أستاذ حافظه كل أستاذ مهيج؟ زين. أكو فد مضمون آية، إشارة آية قرآنية تذكر أنه الأرض يرثها في النهاية من؟ الأرض يرثها في النهاية من؟ أكو فديك مضمون آية قرآنية؟ شنو فكرة الآية مثلا أو نص الآية لا حافظية؟ أحسن. يصير طالع أو إنسان خلينا نقول سلبي أو ما عنده قدرة على بناء مجتمع يرث الأرض مو خلاف هذا الوعد الإلهي؟ صح ولا لا؟ بالتأكيد أن الله صادق في وعده، أنما الأرض يرثها عبادي الصالحين. زين عباد الصالحين هم عفو أحسن من الإمام سلام الله عليه وأصحابه، صح ولا لا؟ أنتوا جناب الكريم تحبون الإمام سلام الله عليه، أكيد الطاقات الإيجابية البناء لهذا المجتمع اللي سيوجد في المستقبل، جزء منه الآن وجزء لنا الآن تنعيش إرهاصات الضغوط. كل المؤشرات العالمية بطريقة أو بأخرى، المؤشرات العسكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، حتى الملحدين في اليابان وفي الصين يقولون نحن نقترب من شيء عظيم. الآن وكالات الأنباء الصينية والأوروبية الملحدين، السويد هذه السنوات مملكة بين فترة وفترة لعنة الله عليها يهلك القرآن الكريم الله يوفقه على الحمد السوري. حتى الملحدين السويديين اللي ما يجيدون اللغة العربية يقولون نحن على وشك أن نشهد حدث عالمي. شوف وكالات الأنباء العالمية كل يوم 100 صفحة، وأرى يعني ماذا يكتبون تعليقات على تغريدات مثلا تويتر. وهنالك يعني احنا مثلا سلام يا مهدي، نشودة هاي سلام يا مهدي، النشودة العراقية اللي سووها اخوتنا الملحنين الله يحفظهم، والرواديد المنبر الحسين الله يحفظهم. من متى نشوف صيني وياباني وروسي وأوروبي وكندي يقرأ نشود السلام يا مهدي بس بلغته؟ من متى؟ وتضامن مع غزة وكذا، يعني هنالك المجتمع العالمي يجهز إلى شيء ما، مو بس مجتمع الإسلامي العراقي، لا المجتمع العالمي كل الآن. مثل ما قلت لكم وأنا صادق في هذا، حتى الملحدين في أوروبا، الملحدين الذين استغفر الله لا يعتقدون بوجود إله، يقولون احنا قاعد نشهد مرحلة جديدة، شيء يمهد لشيء جديد كبير قادم. فأنتوا تصوروا الحالة شنو الوضعية؟ إذا نرجع على عنوان المحاضرة اللي هي طاقات المكفوفين، اللي هي تتكامل مع طاقات المجتمع الإسلامي. أنتم جزء من هذه الطاقة الفعالة والحيوية والهامة، وأكيد من جالس أمامي إذا صار عصر الظهر أكيد سيصل إمامه بطريقة أو بأخرى، كل من حسب خبرته، حسب معلوماته، حسب إمكانياته العلمية وقدراته، أكيد ما يقصر بهذا الجانب.